طلبة الجداد دخلتوا الجامعة؟ أكيد دلوقتي في مليون سؤال بيدور في دماغكم. هتعرفوا صحاب ازاي؟ طب هتتبسطوا في الجامعة؟ ايه الحاجات اللي ممكن تعملوها غير المذاكرة والمحاضرات؟ أنا جيت أقول لكم إن الجامعة مش بس كتب وسكاشن ومحاضرات، الجامعة كمان فيها أنشطة طلابية هتخلي أيامكم فيها أحلى وأجمل، وهتفرق كتير في تكوين شخصيتكم وتنمية مواهبكم. يلا بينا نعرف إيه هي الأنشطة دي وإزاي تشاركوا فيها. كل جامعة فيها إدارة اسمها رعاية الشباب، ودي المسؤولة عن تنظيم كل الأنشطة الطلابية. وطبعا الأنشطة دي مش نوع واحد، دي أنواع كتير، زي النشاط الاجتماعي والرحلات. يعني لو بتحب الرحلات والمعسكرات والحفلات أو حتى المسابقات الخفيفة زي الشطرنج، يبقى ده النشاط بتاعك. اللي جاي ده بقى يمكن المكان المفضل لناس كتير، وهو النشاط الفني والأدبي. يعني لو عندك موهبة غناء، تمثيل، رسم أو موسيقى، فأنت هتكون جزء من فريق مسرح الجامعة. وما تنساش إن مسارح الجامعات المصرية طلعت لنا نجوم كبار، ودي هتكون فرصتك إنك تورينا إبداعك. نيجي بقى للنشاط اللي كتير مش فاهمينه، وهو النشاط الجوالة والخدمة العامة. وده نشاط بيعلمك تعتمد على نفسك ويقوي شخصيتك. يعني لو بتحب تشتغل بإيدك أو تساهم في حاجة مفيدة للمجتمع، هتشارك في النشاط ده. نيجي للنشاط اللي مكتسح الجامعات، وهو النشاط الرياضي. بص بقى يا كابتن، لو بتحب الكورة، السلة أو حتى الجيم، فالجامعات دلوقتي مجهزة بملاعب وصالات رياضية، وكمان بتنظم بطولات ومسابقات بين الكليات، وكمان بطولات دولية. آخر حاجة بقى هو النشاط الثقافي. لو انت بتحب تكتب أو تقرأ، تشارك في ندوات أو تناقش أفكارك في مسابقات أدبية وشعر وقصص، وده المكان المناسب لعشاق الثقافة والفكر. هتقولي بقى ليه أصلا أشترك في الأنشطة دي؟ الأنشطة دي مش بس للترفيه، دي بتقوي شخصيتك، بتخليك تعرف تتعامل مع الناس، تشتغل في فريق، تتعلم مهارات هتفيدك طول حياتك. والأجمل إنها تخلي عندك ذكريات مش ممكن تتنسي من أيام الجامعة. ولسه في كتير هتعرفوا عن الجامعة، تابعنا في الفيديوهات الجاية علشان تعرف أكتر.